لن تصدق من السيدة اللي واقفة أمام قبر الكابتن إيهاب جلال من وقت وفاته، قاعدة قدام القبر بقالها أكتر من 24 ساعة من وقت دفنه. مين السيدة دي وليه بتعمل كده؟ ومفاجأة من العيار التقيل، قالها طبعا حارس قبر الكابتن إيهاب جلال بعد إعلان وصيته الأخيرة اللي قطعت قلوب الجميع. تعالوا نسمع ونشوف حارس القبر قال ايه، وكمان لقاء مع هذه السيدة. ليه بتعملي كده وليه هتفضلي واقفة كل المدة دي؟ ده اللي هنعرفه بعد ما ندعي له بالرحمة وبالمغفرة، وما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. زي ما كلنا كنا بنسمع ان حارس القبر قال ان فعلا كان في شعور روحاني، وان كانت القبر طاير، وكان كلام يمكن ناس تصدقه وناس لا، ولكن دي شهادة من حارس القبر. لكن الغريب ان حارس القبر قال من وقت وفاة الكابتن إيهاب جلال وفي واحدة سيدة لابسة نقاب وقاعدة قدام القبر عمالة تبكي وماسكة المصحف عمالة تقرا فيه، ولما قربت منها وبسألها انهارت من الدموع لدرجة انها ما كانتش عارفة تقول حاجة. هنعرف وهنشوف هي قالت ايه، بس انت تتخيلوا ان كابتن إيهاب جلال لحظة خروج الروح أعلن وصيته، وده اللي قاله المقربين منه والناس اللي موجودة معاه. انه ناس قالت انه كان في غيبوبة بس كان كل شوية يفوق منها، بينطق الشهادة ويقول خلوا بالكم من بناتي، وينطق الشهادة مرة واتنين وتلاتة. كان رجل بار جدا بأهله، كان رجل خلوق جدا، كان رجل ملوش مشاكل ملوش نزاعات مع حد، عمره ما صرح تصريح في أي لغط عن أي حد، بالعكس الكل بيحبه، وهو بني آدم محبوب للغاية. ناس كتير حزينة وبتقول ان تعرضه لضغوط نفسية كبيرة، ده اللي أثر فيه، خصوصا بعد إقالته من منتخب مصر بدون أي وجه حق. احنا اتعينت ليه؟ انتوا بتقولوني بعد كام يوم ليه؟ ده اللي أثر فيه قوي. كمان كان خايف ان نادي الإسماعيلي يهبط، ده كان مأثر عليه جدا لدرجة لو شفتوه في آخر مباراة مع الإسماعيلي قصاد نادي زد كان عايز يبكي بس مش قادر يبكي، كان منهار. الضغط النفسي كان شديد جدا عليه لدرجة انه اصاب باكثر من جلطة وقعد في المستشفى من يوم 11 سبتمبر وتوفي عن عمر ناهز 57 عام. لكن بقى الغريب ان كل اعمال الخير اللي كان بيعملها بانت دلوقتي. سيدة قاعدة قدام القبر عمالة توزع صدقات وبتقول ان انا يتيمة، وفعلا هو تكفل بيا وبزواجي وبتربية اولادي، وكان ليا شهرية خاصة عنده كل شهر بتتبعت لي، واقول لا وكفايه وخلاص ولادي بدأوا يكبروا وهيصرفوا عليا، يقول لي انتي في رقبتي لحد ما القى وجه كريم. والكلام ده مش سنه ولا اتنين ولا تلاته، بقاله اكتر من 17 سنه متكفل بيا شهريا، الباب بيخبط والشهريه بتوصل لي. والله انا ما قادره اصدق اللي حصل له ازاي وامتى، وما اعرفش حتى انه تعبان. انا ست غلبانه ولا ليا في سوشيال ميديا ولا نت ولا الكلام ده، فما كنتش اعرف انه تعبان. كان نفسي اشوفه واودعه، ولكن انا مفيش، انا اقل من كام يوم كان مبعوت لي الشهرية بتاعته. دلوقتي اقل حاجة اعملها له ان انا كل يوم هاجي واقرا ليه قرآن، واللي ربنا يقدرني عليه من خيره هوزعه على روحه. متخيلين يا جماعة؟ ما بتبقاش الا السيرة الحسنة، العمل الطيب هو اللي بيبقى، لكن كلنا راحلون. ادعوا له بالرحمة وبالمغفرة الكابتن إيهاب جلال رحمة الله عليه.